كان في واحد كل ما يشوف سيدنا النبي يسخر منه ويعايره ويقول له يا أبتر، عشان سيدنا النبي كانت ذريته كلها بنات وما كانش بيعيش له صبيان خالص. انتوا عارفين لما واحد يعمل عملية بتر يعني قطع الجزء من جسمه، فالأبتر هو اللي نسله هينقطع بمجرد وفاته عشان ما عندوش أولاد صبيان يحملوا اسمه من بعده. وقتها سيدنا النبي زعل جدا جدا بسبب كلام الراجل ده، والحزن سيطر عليه وملأ قلبه. على طول ربنا بعت له سيدنا جبريل برسالة تطمنه وتخفف عنه. الرسالة دي كانت عبارة عن سورة من سور القرآن الكريم. السورة دي اسمها سورة الكوثر. السورة دي رغم انها قصيرة جدا في لفظها لكن عظيمة جدا جدا في معناها. السورة دي كانت عاملة زي المرهم اللي داوى جرح سيدنا النبي وطيب خاطره. ربنا قال له فيها إنا أعطيناك الكوثر، يعني يا حبيبي يا محمد ما تزعلش نفسك، أنا عملت لك نهر في الجنة بتاعك لوحدك، خلقته علشانك وسميته لك الكوثر، فصلي لربك وانحر. يعني قوم كده انسى الزعل والهم، اتوضى وصلي واذبح الذبايح ووزعها على الفقراء، شكر لربنا على عطائه ليك. إن شانئك هو الأبتر، يعني الشخص اللي شتمك وسخر منك وأهانك هو الأبتر مش انت، هو اللي نسله هينقطع من الدنيا وهيجي يوم القيامة لا عيل ولا تيل ولا حد ينفعه أبدا. أما أنت يا حبيبي يا محمد فلو مت وغاب جسمك مش ممكن تغيب سيرتك ولا هيغيب اسمك، كفاية أنك لما تذكر في أي مكان الكل بيصلي عليك. وقتها سيدنا النبي فرح جدا واطمن وزال عنه الحزن والهم. فيا رب زي ما جبرت بخاطر سيدنا النبي تجبر بخاطرنا وبخاطر كل اللي ينشر الكلام ده حبا في سيدنا النبي ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم.